دكتور، في سيدات كتير بتبقى خايفة من فكرة الحمل بعد العملية، ممكن حضرتك توضح لنا أكتر عن الحمل بعد العملية؟ تمام، هو النقطة دي في غاية الأهمية، هو إحنا ما فيش أي تعارض بين عمليات السمنة والحمل بعد العملية، ولكن إحنا في أكتر من نقطة لازم الشخص يكون فاهمهم كويس جدًا. النقطة الأولى إن إحنا بننصح بالانتظار من سنة إلى سنة ونُص بعد عملية التكميم أو تحويل المسار قبل قرار الحمل، ده بيضمن لنا إننا وصلنا لوزن مستقر، وكمان بيضمن تغذية صحية للجنين، وبرضه الحمل بعد التكميم بيحتاج لمتابعة دقيقة خاصةً للتغذية. البروتين مثلًا من الحاجات الضرورية جدًا لنمو الجنين، فلازم الشخص يكون بيلتزم بنسبة كويسة جدًا من البروتين. النقطة التانية إن إحنا عندنا بعض المكملات الغذائية زي الحديد والفوليك أسيد وفيتامين B12، دي حاجات كلها مهمة جدًا متابعتها أثناء الحمل. في نقطة تانية مهمة جدًا هي فكرة إن نزول الوزن ده بيقلل من المخاطر المصاحبة للحمل عند الأشخاص اللي عندهم سمنة مفرطة أو زيادة في الوزن، بمعنى إن هو بيقلل من احتمالية الإصابة بالسكر المصاحب للحمل أو ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل. الخلاصة اللي عايزين نقولها إن الحمل بعد التكميم أو عمليات السمنة ده ممكن وآمن، ولكن لو انتظرنا الفترة المناسبة واهتمينا بالتغذية والتزمنا بالفيتامينز الموصوفة أثناء الحمل.